تحياتي للجميع. فيديو سريع الرد على تعقيبات الطائفي عمر الجمال، الطائفي التكفيري الهارب من العدالة اللي يمثل خط التطرف الديني. بالنسبة لعمر الجمال كان يحث بالفيديو الأخير والفيديو السابق بشدة على المشاركة بالانتخابات، بحد ذاته إنجاز أن الجماعة أخيرا اقتنعوا أنه الانتخابات هي السبيل بدل تفجير الأسواق والدور العبادة والمدارس. عموما الخط اللي يمثله عمر الجمال للأسف الشديد يتطابق نهجه وطريقة تفكيره مع الجماعة اللي موجودين على بالطرف الآخر من الحدود بالوقت الحالي باتجاه سوريا. الخريطة هاي بها ممر داوود مأخوذة من الجزيرة. ممر داوود مشروع معروف طرح بالفترة الأخيرة بالأشهر الأخيرة، يمثل خط يصل من مرتفعات الجولان والقنيطرة باتجاه المناطق اللي تحكمها قسد القوات الكردية على طول الخط الحدودي بين العراق وسوريا. في حال فوز المنطق اللي يحكي به عمر الجمال، للأسف الشديد راح الوارد طبعا أنه يبدأ تحرك من هاي المناطق الحدودية باتجاه طبعا المناطق الغربية وباتجاه صحراء كربلاء. التحذير ليش هذا مهم؟ ليش هذا الفيديو مهم؟ لأنه الإحصائيات اللي ظهرت من التصويت الخاص يوم أمس بينت ارتفاع مقارنة بعام 2021 بانتخابات 21، بينت ارتفاع قوي في بعض المحافظات اللي سابقا داعش كان يتمركز بها وكانت الحواضن خلينا نسميها. هذه المحافظات أظهرت مشاركة بمستويات عالية. بالمقابل الطرف الآخر للأسف تشوفوه يحب يقاطع، يحاول ينزل مستوى التمثيل البرلماني. والغريب أنه مجموعة قنوات فضائية معروفة لدول إقليمية تدعم الخط هذا للصعود بالصعود عبر الانتخابات طبعا، وبالمقابل حث الطرف الآخر على مقاطعة الانتخابات اللي راح يصير للأسف الشديد في حال نفذ هذا، وفي حال ما شاركوا باقي المحافظات بشكل قوي وفاعل راح يرتفع الخطاب هذا وراح ينخفض الخطاب الآخر اللي هو الخطاب المعتدل اللي موجود اللي حكم بالفترة الأخيرة. فاللي نرجوه من الجماعة اللي فكروا بموضوع المقاطعة، اللي يحاولون يبتعدون، يخلون هاي ببالهم، لأنه في حال لا سمح الله صعد هذا الخط مرة أخرى اللي راح يصير راح نضطر مرة ثانية ترجع القوات، قوات الحشد، القوات الأمنية وغيرها إلى ساحات القتال. فخلوا القتال والنزاع يكون داخل البرلمان بممثلين من كل المكونات، أفضل ما تنتقل إلى ساحات الحرب. واحد. الثاني بالنسبة للمقاطعين، مو من المعقول أخي أنت يعني تقاطع الكل باعتبار لا يوجد نزيه أو شريف وتحكم على الكل فاسدين. أنت من عائلتك، من جيرانك، من عشيرتك، من مدينتك، من محافظتك، مستحيل يكون صفر شريف، مستحيل يكون ماكو ولا واحد تتوافق آراءه وأفكاره معك أنت بحيث تقدر تصعد للبرلمان وتخليه يمثلك. المحافظات الأخرى أو المكونات الأخرى بدت رجال الدين والشخصيات المجتمعية مالتها بقوة بالفترة الأخيرة، بال 48 ساعة الأخيرة، بقوة تنزل فيديوهات تحث جماهيرها على المشاركة بالانتخابات، وبالمقابل البعض يحاول أنه يقلل من هاي النسبة. هذا الصعود للخطاب التكفيري، للخطاب الطائفي، هذا راح يرجعنا للمربع الأول، راح يرجع التفجيرات بالحسينيات، بالمساجد، بدور العبادة، بالمدارس، بالأسواق. هذا الشيء اللي احنا ما نريده. ولا تتصور انت اذا قاطعت اليوم راح تفرج وتخلص السالفه، لا، مقاطعتك اليوم راح تمهد الطريق خلال السنوات القادمه ولو تدريجيا لعوده البعث، لعوده التيارات المتطرفه، لعوده التكفيريين، يرجعون مره ثانيه يطفون على باب بيتك ويسحلوك بالشارع انت وعائلتك وعشيرتك. واللي ما يقدر يتخيل هذا الموقف خلي يشوف الان اللي قاعد يصير بهاي الساعات الان في منطقه الحجيره والسيده زينب، اللي طلعوا مره اخرى الان تحريض طائفي، تحريض مقيت للأسف الشديد، بالوقت اللي الخطاب الرسمي يتحدث عن أنه مساواة بين جميع المكونات وعدالة مجتمعية إلى آخره. المرحلة مرحلة حساسة، مرحلة خطرة. الطرف الآخر مقتنع أنه الحل بالتصويت، الطرف الآخر يعرف أنه الوصول للبرلمان هذا اللي راح يغير المعادلات بالسنوات القادمة. ليش الطرف الآخر يحمل هذا الوعي والطرف اللي احنا ننتمي الى المكون مالتنا هذا يكون للاسف الشديد يفكر بالمقاطعه فقط؟ انت من تقاطع راح تسمح لهذا الفكر للتكفيريين بالصعود مره اخرى. اذا هذا الشيء اللي تريده معناته انت رايك يتوافق وياهم، وهذا ما نعتقده يكون صحيح. تاريخ العائله اللي تنتمي لها انت، الشهداء اللي قدمتها العائله عندك،
مستحيل يتوافق مع النهج هذا، مستحيل يتوافق مع الخط الفكري التكفيري هذا. فاللي أرجوه من جميع الأحبة أنه يفكرون، يعيدون النظر مرة أخرى بموضوع التصويت، بموضوع المقاطعة. فكر جيدا، لابد يكون أكو نزيه واحد أو شريف واحد بعائلتك، ما نحدد لك روح الخط الفلاني والحزب الفلاني والتيار الفلاني، لا. أنت فكر واحد من عائلتك، واحد من عشيرتك، واحد من اللي أنت تعرفهم وتثق بهم وتشوف أنه أهل لهذه المسؤولية، صوت له. أطلت عليكم، معذرة، تحياتي.